من داخل السلع اهلا رمضان. معانا الاستاذ احمد فاروق برجوت رئيس اللجنه النقابيه بالشركه الماليه وامين العمال والفلاحين بكفر الزيات. رأي حضرتك النهارده؟ والله يعني ما شاء الله الاهالي كلها في اقبال شديد ومنتظرين الافتتاح، حاجه جميله ومشرفه من الحزب ومن المحافظ ومن الدوله. انت حضرتك ايه رايك في عملتوا مجهود طبعا كبير خلال الفتره اللي فاتت ديت لتجهيز المكان. عايزين نقول لحضرتك تقول لنا يعني ايه اللي تم. المكان ده ما كانش كده، ازاي بقى كده؟ نبدا الاول طبعا بالمبادره ضد الغلاء على رئيس الفتاح السيسي. اخترنا المقر ده اللي هو دار مصر وسط المدينه، والدار دي كانت هلكه جدا تماما يعني. قام على اعاده ترميمها وانشاء من جديد الشركه الماليه باستثناء عبد العزيز العباسي. ده دور الشركه الماليه طبعا. الدور الثاني والاقوى بينا نعيد المكان لعمل منفذ بيع للاهالي والمواطنين. احتاجنا استندات برضه قام بيها كامله مع عبد العزيز العباسي ان شاء الله. وطبعا هو دي مش جديد عليه، ان هو راجل ليه باع كبير في الشركه الصناعيه سواء في المدينه او في الجو. في حاجات كتير عملها، دي على دي يعتبر يعني اقل حاجه من اللي هو عملها. المبادره كانت عارف كويس وحيد ومستقبل الوطن لدعم المواطنين ضد الغلاء. المنفذ فتره يا استاذ ما شاء الله، يعني انا شايف حاجات ما فيش حاجه مش موجوده بصراحه. هتلاقي في كل حاجه موجوده. المهندس صالح بصراحه بذل مجهود كبير في الحصول على اسعار مخفضه خصوصا السلع الغذائيه. يعني الرز سعره اقل من السوق كله، اقل جامد، مش اقل جنيه ولا ده اقل ياما. اقل حتى المواد الغذائيه العاديه زي الجبن والالبان واللحوم سعرها طبعا اقل كتير. الناس طبعا هتقارن ببره، فطبعا احنا بندعم المواطن ضد الغلاء وضد الجشع التجاري. الاهالي بيسالوا يا استاذ احمد، هل المنفذ هيفضل مفتوح على طول ولا؟ هو واخدين انطباع ان المنفذ هو بس هذا مش حقيقه. المنفذ مستمر على طول. الله. شغال 24 ساعه يعني حتى بعد رمضان هيفضل مستمر ان شاء الله بنفس الاسعار مخفضه عن جميع الاماكن الاخرى. الله. ومستمر على طول في كل السلع متوفره، مش سلع معينه. انا شايف ما شاء الله مول، يعني مش مجرد مول. مسمينه هايبر المصري. هايبر بصراحه. يعني هنا ما شاء الله ما فيش حاجه يا جماعه مش موجوده في الهايبر. ما فيش حاجه مش موجوده، واحنا بنشكر حضرتك والله على المجهود اللي انتوا عاملينه ده، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله، وكل عام وحضرتك بخير يا استاذ.